عجبكم كده يا جماعه؟ اتبهدل كده وانتم موجودين. صاحبتي عندي وبتقول لي الجو برد جدا، هو انتي شيف على الفاضي ولا ايه؟ قومي انا عايزه اشرب سحلب، وانا ما كانش عندي سحلب. تعالوا بينا نشوف انا عملته ازاي. عملته بمكونات موجوده عندي في البيت وطعم ولا اروع، حكايه بجد يجنن. انا مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني لايك للفيديو. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هعمل كميه صغيره تقدري ان انتي تضافي المقدار. ربع كوبايه من الحليب البودر. عارفين دي ايه؟ الرز اللي جالي هديه، فاكرين؟ هو ده. هاخد منه كمان ربع كوبايه. تمام كده. لو مش متوفر عندك دقيق رز جاهز، تقدري ان انتي تغسليه وتنشفيه كويس جدا في فوطه، وبعد كده تضربيه في المطحنه. وبعد كده ربع كوبايه زيهم من النشا. معلقتين كبار من السمسم المحمص. ضفت كمان على المكونات دي كيسين من الفانيليا، بتودي السحلب في حته تانية خالص. انا مش هضيف المكسرات دلوقتي لانها بتطرى لما بتقعد فتره في التلاجة. انا عامله علبه كده محترمه فيها كل المتوفر عندي، بحط بقى على الوش في الاخر. والسكر نفس الحكايه. انا في الفيديو اللي فات اللي عملته معاكم قبل كده في الشتاء اللي فات لو تفتكروا، زودت ربع كوبايه كمان من كريم شانتيه، بس ما كانش متوفر عندي. تمام. هقلب المكونات دي كلها مع بعض. عندي كده بودره السحلب جاهزه خطيره. في علبه السحلب اللي اوريدي خلصت من عندي حطيت فيها السحلب بتاعي. انا عملت كميه صغيره لاني بحب اعمل طازه بطازه. تمام كده. تعالوا بينا نشوف بقى هنعمل احلى كوبايتين سحلب يستاهلوا فعلا الجو ده. هحدد الاول المعيار بتاعي بالكوبايه اللي انا هشرب فيها. حطيت كوبايتين من الحليب. تمام كده. انا عايزه اقول لكم الجو بيمطر بقى دلوقتي وفعلا في اشد الاحتياج ليه. هتحطي السكر بقى حسب الرغبه. انا مرضتش اضيف سكر بودر للوصفه بتاعتي علشان اضيف السكر وقت الاحتياج. تمام كده. هبتدي احط بقى 3 معالق صغيرين مليانين للكوبايتين. ده المقدار كويس جدا. هقلب الاول على البارد وبعد كده هحطه بقى على النار. هسيبه بقى ياخد ويدي مع نفسه، مش عايزاه يتقل زي المهلبيه، عايزاه اول غلوه هبتدي اطفي عليها على طول. احلى سحلب ممكن تشربوه، يجنن، خطير يا جماعه. طعمه فعلا حلو قوي، غني كده وكريمي كده في نفسه، بجد يجنن. حطيت بقى من على الوش المكسرات، زبيب بقى وجوز هند واللي انتي بتحبيه. كان عندي سوداني على لوز على عين جمل على بندق، حطهم في علبه كده بسيبها للطوارئ. بحط بقى من على الوش. بجد احلى حاجه. صاحبتي بصوا انبهرت بطعمه، قالت لي ما دقتش في طعمته، بس هي ليها افتكاسه كده بترش رش من القرفه عليه. طبعا الحاجات دي بتكون اذواق، انا ما جربتهاش الصراحه. بتقولي خطير بجد، حلو قوي. جربوا الوصفه دي. لو الوصفه عجبتك ما تنسيش لايك وشير. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني لايك وشير للفيديو عشان ان شاء الله يوصلك اشعاراتي باستمرار. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.